ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. فيديو النهارده فيديو مهم جدا لكل ستات البيوت، ان شاء الله هتستفادوا منه جدا جدا، فكملوا معايا الفيديو للاخر. ويلا بينا ندخل على عنوان الفيديو بتاعنا، وهو ازاي اوفر من مصروف البيت الجزء التاني. وحابة كمان افكركم بالجزء الاولاني للي لسه ما اتفرجش عليه، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو. في فيديو النهارده هقول لكم افكار ازاي تبدأي خطة التحويش بتاعتك، ازاي لما يبقى عندك هدف تقدري تحققيه. في ناس كتير قوي نفسها تحوش، بس الظروف الصعبة اللي احنا فيها هي اللي معطلة ناس كتير قوي عن فكرة التحويش. ولما نيجي نشوف ايه الصعب في فكرة اننا نحوش، هنلاقي ان المرتب يدوب بيكفي الاكل والشرب ومصاريف المدارس ومصاريف الدروس. طيب وبعدين الموضوع ده ملهوش حل؟ لا، ليه حل وليه حلول كتير قوي. ويلا بينا ندخل على الموضوع بتاعنا، وتعالوا معايا اعرفكم ازاي نبدأ خطة التحويش صح. هنمشي في الموضوع بتاعنا خطوة خطوة، لو انتظمتي على كل خطوة هتعرفي تمسكي قرش في ايدك اخر الشهر وتحققي كل اللي انت عايزاه. ويلا بينا نخش على الموضوع بتاعنا النهاردة. في الفيديو ده هقولك على مبادئ التوفير، وازاي نمسك الموضوع من اوله ونمسكه صح ونحط رجلنا على البداية الصح عشان تقدري تلاقي في النهاية قرش تعملي بيه حاجة. 8 خطوات لو عملتيهم اوعدك ان انت هتلاقي فائض كبير قوي في مصروفك اخر الشهر. ويلا بينا ندخل على رقم 1. اول حاجة، اول لما تمسكي مرتب الشهر بتاعك تطلعي منه الحاجات او المهام الاساسية. كل بيت عنده مهام اساسية لازم تقومي بيها. زي ايه المهام الاساسية دي؟ اول حاجة تطلعي جزء من الفلوس اللي عليكي. لو انت مديونة لحد لازم واساسي تعملي في خطتك بند للدين اللي عليكي، حتى لو الدين ده لسه قدامه شوية عقبال ما يخلص مفيش مشكلة. احنا عايزين نسلك لنفسنا الطريق عشان نعرف نفوق. لو علينا دين نحاول نخلصه، ومش لازم حضرتك تزنقي نفسك وتدفعيه جملة واحدة، لا، جزء على جزء على جزء على مدار كذا شهر الدين هيخلص ومش هتحسي بيه اصلا. وبكده هيتبقى ليكي بند اضافي هيتحط على مبلغ التحويش اللي احنا بنحوشه. يبقى احنا خلصنا كده اول حاجة، اللي هي ان احنا طلعنا جزء بسيط من مرتبنا بتاع الشهر سدينا بيه الدين اللي علينا. يأتي بعد كده التزاماتك الشهرية. كل بيت ليه التزامات. طب زي ايه الالتزامات دي؟ زي المية، الكهرباء، الغاز، الإيجار. عندك جمعية مثلا لازم تدفعيها. الالتزامات الشهرية اللي هي الحاجات اللي هتدفع، يعني هتدفع مفيش مفر منها. بعد بقى ما طلعتي جزء بسيط من الدين اللي عليكي وطلعتي كل التزاماتك الشهرية، بكده انت بدأتي تمسكي الخط الصح او البداية الصح، او بدأتي تحطي رجلك على الطريق الصح. ويلا ندخل على رقم 2. رقم 2 عايز منك تجيبي ورقة وقلم وتقعدي تكتبي. مهم جدا الورقة والقلم في الخطوة دي جدا جدا. هتجيبي الورقة والقلم وتكتبي الأولويات الضرورية اللي أنا مقدرش أستغنى عنها في حياتي. طب زي إيه الأولويات الضرورية دي؟ زي الأكل، الشرب، مصاريف المدارس، مصاريف الطوارئ، لا قدر الله لو حد عي لازم يبقى فيه مصاريف للدكتور. فدي أولويات أساسية احنا ما نقدرش نستغنى عنها كل شهر، أو أي بيت ما يقدرش يستغنى عنها. حد هيجي يقول لي بقى إيه؟ طب والرفاهيات فين؟ الرفاهيات دي بقى هتتحط في اخر القايمه بتاعتنا، اخر البنود. حد بقى دلوقتي هيجي يكتب لي في الكومنتات هو احنا مرتبنا فيه ايه عشان يبقى فيه رفاهيات؟ هقول مش مشكلة، لما يبقى الشهر ده احنا مزنوقين فيه مش قادرين ان احنا يبقى فيه جزء للرفاهيات دي نأجلها للشهر اللي بعده. طب الشهر اللي بعده المصاريف والأولويات بتاعتي زادت، مفيش مشكلة نأجل الرفاهيات للشهر اللي بعده، وهكذا. احنا هنا بنحاول نتأقلم، بنحاول نتعود على الوضع الجديد، بنحاول نلم الدنيا. القرش اللي احنا حوشناه مش هنروح نصرفه على الرفاهيات ونيجي آخر الشهر نلف حوالين نفسنا. لا، الموضوع هنا محتاج عقل ومحتاج ورقة وقلم، ومحتاج تعرفي أولوياتك ورفاهياتك والحاجات الضرورية بتاعتك. آخر الشهر اتبقى معانا شوية فلوس، احافظ عليهم ازاي بقى؟ اللي هو التحويش بتاعنا المفروض احافظ عليهم او احوشهم ازاي؟ اول حاجة خلي بالك من الموبايل بتاعك. اوعي تمسكي الموبايل بتاعك وتروحي جارية على مواقع الشوبينج، شي ان بقى، جوميا، نون، اي مواقع للشوبينج، وتشوفي بقى انت محرومة من ايه طول الشهر وما صدقتي مسكتي فلوس في ايدك، فتقومي بقى داخلة مبضعالك من مواقع الشوبينج ومواقع الاونلاين والحاجات اللي انا عمالة اخطط لها طول الشهر. اول ما اقبض المرتب هخش اشتري دي ودي 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 عليها خصم ودي عليها تخفيض
ودي عليها خصم مش هيتكرر تاني. اوعي تمسكي الموبايل وتخشي على المواقع دي او لما تمسكي المرتب بتاعك. حذاري ونصيحة مني ان انتوا تحذفوا المواقع دي نهائيا من على الموبايل بتاعكم، لانها دايما بتثير شهيتنا وبتثير فضولنا ان احنا نخش نشتري، نشوف نزلوا ايه جديد، نشوف هم عاملين خصم على ايه. كل الحاجات دي بتثير شهيتنا على الشراء. ففكري دايما نفسك باللي عندك، واللي عندنا كتير قوي قوي قوي. احيانا الواحد بيحب يشتري من باب الشراء بس، رغم ان احنا عندنا حاجات شبه اللي هنشتريها في دولابنا. فانا المفروض اعمل ايه بقى؟ المفروض احذف مواقع الشوبينج دي من على موبايلي خالص، لان انا عندي هدف وعندي حلم لازم اوصل له، وعندي خطة تحويش لازم التزم بيها. فلازم اعمل ايه؟ لازم يبقى عندي ارادة، لازم يبقى عندي وعي، لازم ابقى مؤمنة بالحلم بتاعي اللي انا اصلا هحققه، يعني هحققه. فما اضعفش وادخل مواقع الشوبينج افرتك المبلغ اللي انا هبني عليه الحلم بتاعي. رقم 4، انا كاسراء لما يبقى عندي حلم او عندي هدف ببقى حاطاه في دماغي ومركزه عليه قوي قوي، اللي هو انا هحققه، يعني هحققه. يعني مهما قابل في اغراءات حواليا هقول لا. يعني مثلا لو جات لي خروجه على كافيه معين مع صحابي، اللي انا عارفه ان انا لو نزلت الكافيه ده مع صحابي دول هنزل هفرتك كل المبلغ اللي انا حوشته، فهنا لازم اقول لا واحاول امنع نفسي على قد ما اقدر، لان انا عندي حلم وهدف. فهشوف انا هنزل هصرف كام، هوفر المبلغ ده وهحوشه للحلم والهدف بتاعي. ومهم جدا في النقطة دي ان انت تكوني واعية لحلمك ولهدفك وتعرفي تقولي لا. طيب نفسي خدتني، او انا مثلا جاتلي خروجه في مول معين وانا عارفه ان انا بطلع المول ده دماغي وعيني بتفضل تلف على حاجات، سواء بقى مثلا شنطة عليها سيل، شوز عليها تخفيض كويس، بنطلون عليه عرض مش هيتكرر تاني. مهم جدا في اللحظة دي ان انتي تفكري نفسك باللبس اللي عندك في الدولاب. لا انا عندي كتير قوي في الدولاب شنط، لا انا عندي شوزات كتير قوي، لا انا عندي بناطيل كتير قوي. طب تفتكروا لو قعدت وما نزلتش المول ده هوفر قد ايه؟ لا انا هوفر مبلغ كويس جدا كان ممكن يتفرتك في ثانية في المول. هنا بقى اقول لا وافكر نفسي بالحلم والهدف بتاعي، وجزء من هنا على جزء من هنا على جزء من هنا هتلاقي نفسك اخر الشهر محوشة او فايض من مرتبك جزء كبير. بس اهم حاجة تتعلمي تقولي لا، وتحاولي تفرملي نفسك في الاماكن ان انت عارفه لو نزلتيها الميزانيه هتخرب وهتبوظ. النقطه رقم 5، النقطه رقم 5 بتقولك ايه بقى؟ ابعدي عن اي دفع هيدلعك بشكل مؤقت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندك حلم وهدف وانت من النوع المسرف اللي ما بيقدرش يمسك ايده في المصاريف، هنا بقى انت محتاجه تغيري عقليتك انت، عقلية المستهلك اللي بينزل يفرتك فلوسه على مشتريات هو عنده منها 1 و2 و3. يبقى الهدف هنا ايه بقى؟ الهدف ان احنا نغير عقلية المستهلك، عقلنا احنا. طيب احنا ليه بنقول عليها يعني متع لحظية او متع مش حقيقية؟ لانها بتبقى متع في لحظتها بس. يعني مثلا لو نزلتي المول واشتريتي الشوز اللي انت هتتجنني عليها، اشتريتيها بتبقي في اللحظة دي مبسوطة جدا جدا جدا. مسافة ما روحتي وفتحتي دولابك لقيت ان انت عندك من الشوز دي كتير، وعندك شنط كتير، وعندك هدوم كتير، وعندك طرح كتير. في الوقت ده بقى انت بتحسي ان انت زعلتي وندمتي. طب انا ليه جبت؟ ما انا عندي اللي يقضي بالغرض. ليه بجيب جزم فوق جزم وشنط فوق شنط؟ دي بقى اللي اسمها المتع اللحظية او المتع الوقتية، اللي هي بتبقى بس في لحظتها، اللي هي بتبقى لحظة ما بتشتري بس. فمهم جدا ان انت وانت بتشتري تفكري نفسك بالجملة دي اللي هي المتع الوقتية او المتع اللحظية، اللي هو تفكري نفسك كان عندي في دولابي قد ايه جزم وقد ايه شنط، لا انا بس مبسوطة دلوقتي وانا بشتري. ومهم جدا تكوني واعية ومدركة للمتع الوقتية او المتع اللحظية، وتعرفي تفرملي نفسك وقت اللزوم. النقطة رقم 6، النقطة رقم 6 بتقولك ايه بقى؟ في الوقت اللي احنا فيه ده والظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر علينا كلنا، في كتير من الناس بدأوا يبعدوا عن البراندات على كافة المستويات، سواء على مستوى اللبس. بلاش ادخل البراندات الكبيرة اللي بلاقي البلوزة فيها معدية 1000 و2 و3 لمجرد انها براند بس. انا ممكن ادور في السوق المحلي هلاقي حاجات شكلها قيم جدا وبسعر كمان حنين. لو بتستخدمي برودكت للايد او للبشرة او احنا عارفين ان اسعار منتجات او الكريمات بتاعت العناية بالبشرة
ضربت خصوصا المستورد، فممكن هنا تشوفي براندات مصرية تكون اقل منها شوية في السعر وتديكي نفس الجودة. وبرده البنود دي هتوفر عليكي كتير قوي في الميزانية. زي حاجة تاني برضو زي مسحوق الغسيل، لو احنا بنستخدم مثلا مسحوق معين غالي شوية ممكن نبدله بمسحوق اقل منه في السعر ويدينا نفس الجودة. كل البنود دي لو احنا وفرنا فيها هيفيد معاكي فائض كبير قوي في مصروفك اخر الشهر، هنحطه على بند التوفير بتاعنا على مدار الشهر. النقطة رقم 7. النقطة رقم 7 بتقولك ايه؟ بتقولك خليكي دايما مركزة على حلمك وهدفك، فكري دايما نفسك بيه. حطي مثلا ورقة والزقيها على باب التلاجة او حتى على التسريحة بتاعتك. فكري دايما نفسك بالحلم بتاعك في كل خطوة بتخطيها، كل جنيه بتطلعيه من البوك بتاعك فكري نفسك دايما بالهدف بتاعك. قولي لنفسك دايما انا عندي هدف وانا عندي حلم ولازم احققه، ومش مشكلة اجي على نفسي شويتين 3 في سبيل ان انا احقق الحلم بتاعي. فكري دايما نفسك ان انتي بتحوشي مثلا عشان تشتري دهب ليكي، بتحوشي عشان تجهزي بناتك، بتحوشي عشان تجيبي عربية، بتحوشي عشان نفسك تطلعي عمرة، داخلة جمعية مثلا عشان تحققي حاجة معينة. من ضمن الاحلام برضو ان انتي تجددي شقتك، تبيضيها مثلا، تغيري اساس البيت بتاعك، تجيبي ستاير جديده. عايزه اقول لكم ان اي حاجه بتحصل جديده في البيت، حتى لو هنشتري ستاير جديده بس حاجه بسيطه جدا، بتفرق جدا في نفسيه الست. كل ما بتشوفها كل ما نفسيتها بتتحسن. فحاولي على قد ما تقدري يكون لك هدف تحوشي عشانه، والا لو مفيش هدف كل اللي انت بتعمليه وبتحوشيه في الاخر هتصرفيه على حاجات ملهاش لازمه. النقطه رقم 8 وهي نقطه مهمه جدا جدا للناس اللي دايما ماشيه بكريدت كارد. بلاش كريدت كارد خالص. الناس اللي دايما ماشيه في فيست المشتريات اوعي تقعي في الفخ ده. الكارت ده بيخلي الشراء بالنسبه لك سهل وتلاقيكي في الاخر بقيتي مديونه بمبلغ كبير قوي. وكمان بلاش تنزلي بالكارت الشخصي بتاعك انتي، لانه بيبقى سهل عليكي قوي ان انتي تشتري، ما هو الكارت بتاعك بقى اشتري براحتك. اتعودي دايما ان انتي تنزلي بسيوله قليله في محفظتك. يعني انت لو نازله تشتري حاجه مثلا ب 100 جنيه خلي معاكي 200 جنيه، ال 100 جنيه التانيه دي تحطيها احتياطي في محفظتك، لكن انت نازله تصرفي 100 جنيه بس. حاولي وانت نازله ما تشيليش معاكي كروت البنك ابدا، لانها دايما بتدينا احساس بالامان المادي، اللي هو انا هشتري دلوقتي واسدد بعدين. طب ما اشتري بقى ما انا براحتي، وتلاقيكي بدل ما اشتريتي حاجه واحده لا انت اشتريتي حاجه واثنين وثلاثه واربعه، وتلاقيكي اتدينتي بمبلغ كبير قوي رغم كل الحاجات اللي انت اشتريتيها دي انت ما كنتش عايزاها اصلا في الاساس. ومن هنا بقى بتيجي خطوره الكروت الشخصيه. فحاولي على قد ما تقدري ان انت ما تنزليش من بيتك وهي في محفظتك، وحاولي استغني خالص عن فيست المشتريات لانها بتبقى فخ كبير قوي قوي لناس كتير. وبس كده، دي كانت افكاري النهارده للتحويش. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى فعلا تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا باي باي.